أسعد الله أوقاتكم بكل خير حبيباتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفتنا لليوم وصفة الرز المندي من غير دجاج ولا لحمة، بطعم المندي ونكهة المندي. رز لذيذ جدا وكل من ذاقه عجبه الطعم، وما صدق إنه هو من غير دجاج ولا لحمة. نكهته مميزة جدا، مستخدمين فيه كل مكوناته صحية، حتى اللون اللي حطيناه صحي، ما استخدمنا أبدا ألوان صناعية. وصفة جدا جدا صحية، والنتيجة قدامكم. شوفوا شكل الرز عندي كيف نثري، ما شاء الله تبارك الله، والحبة بحبتها والألوان كده والشكل مغري، يعني تاكليه كده لوحده من غير أي حاجة. شوفوا معايا شكل الرز. وصفتنا اليوم وصفة جدا جدا لذيذة، أتمنى إنكم تجربوها وأنا واثقة إنها راح تعجبكم. يلا ما راح أطول عليكم، بسم الرحمن، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وندعي لأخواننا المستضعفين في كل مكان إن ربي يفرج همهم وينصرهم ويعجل بفرجهم يا رب العالمين. هحتاج عندي قدر، تكون قدر كده يعني مو صغيرة، قدر واسعة كده علشان الرز ياخد راحته. هحط عندي بصلة متوسطة الحجم مقطعة مكعبات بالطريقة هذه، واحط عليها شوية زيت. انا استخدمت عندي هنا زيت الزيتون، وحقلب البصلة اشوحها الين ما تاخد لون مناسب. زي ما انتم شايفين عندي هنا عندي بهاراتي اللي هي شوية فلفل أسود وكم ورقة غار، 4 حبات هيل نفتح الحبات، وعودين قرفة أو عود قرفة، و4 حبات من القرنفل. هذه عندي البهارات فقط، ما راح أستخدم أي بهارات تانية. وحادي لهم تشويحة كده شوية مع البصلة علشان تطلع ريحتهم، يعني تكون نكهة البهارات حلوة لما نحمصها شوية مع الزيت والبصلة. طيب أنا عندي هنا ثوم مهروس، يعني ثوم قشرته ودقيته جاهز كده، وأضيفه وأقلبه شوية مع البصلة. ما راح أكتر التقليب الثوم عشان لا يحرق عندي الثوم لأنه ما يتحمل. شوية تقليبة فقط، وأكون مجهزة عندي الرز ونقعته قبله ب3 ساعات. أنا استخدم دايما رز النسيم. هضيف أول حاجة عندي الموية، وطبعا لكل كاسة رز كاستين موية، فأنا استخدمت 3 كاسات رز، عفوا 4 كاسات رز. بالمقابل هضيف 8 أكواب من الماء. وعندي الملح، كمية الملح طبعا حسب الرغبة. وحسيب المكونات هذه إلين ما تبدأ تغلي. أول ما تغلي عندي المكونات، أنا ضفت عندي هنا فلفل أخضر حار، فتحته من الوسط. إذا ما تحبي لا تستخدمي، بس يعني بيضيف نكهة وطعم كمان. وحضيف عندي الرز اللي نقعته بعد ما أصفي منه الموية. أنا استخدمت هنا 4 كاسات من الرز. حديله تقليبة بسيطة يا دوبك، ما راح أحرك كتير علشان لا تتكسر عندي حبات الرز، وأحافظ عليها تكون كل حبة بحبتها سليمة. أسيبه عندي إلين ما يغلي كده، وأسيبه إلين ما يبدأ إنه هو يشرب الموية اللي أضفتها بالطريقة هذه. أول ما تشوفوا الأخزاق هذه في سطح الرز، خلاص أبدأ هنا إن أنا أضيف أي لون تحبيه. أنا هنا طبعا استخدمت الكركم الهرد، راح يعطي له لون طبيعي وصحي. وسيبوكم من الألوان الصناعية، صراحة عندها أضرار كثيرة ومسرطنة. فاستخدم عندي لون طبيعي اللي هو لون الكركم الهرد، رشة كده شوية بس في سطح الرز، وغطي النار وغطي الرز إلين ما كده 10 دقايق يشرب الموية كلها. شايفين عندي؟ وحتى اللون، يعني الهرد يطلع يثبت لونه كده مع الرز. شوفوا عندي مع بخار الرز، شوفوا كيف الهرد عندي. شايفين الرز؟ بسم الله ما شاء الله. واللون كيف طلع رهيب. طيب أنا هنا عندي حدخنه الآن، أجيب كده حبتين فحم
وأصب عليهم شوية زيت، وأكون كده مجهز الغطا بيدي علشان أول ما أصب الزيت على طول أغطي القدر وأضغط عليها أو أثبتها بأي ثقل عندي علشان لا يطلع الدخان لبرا ويبخر لي الرز. زي ما شايفين أنا هنا غطيته بالطريقة هذه وثبته وسبته إلين يعني 10 دقايق كده إلين ما يكمل كل التبخيرة. هنا عندي بعد ما كمل تبخر عندي، ريحة الرز تجنن. شايفين؟ يا سلام، أتمنى أنكم تجربوها، صدقوني راح تعجبكم الوصفة. وصفة لذيذة وصحية ومكوناتها كلها طبيعية وصحية. شايفين عندي الرز كيف؟ طيب حنغرفه هنا ونقدمه مع بعض، وراح تاكلوا أحلى رز مندي. البيت عندي كله ريحته مندي، ما هتصدق إن هو مش مضاف له لحمة ولا دجاج. أتمنى أنكم تجربوا الوصفة، صدقوني راح تعجبكم. ولا تنسوا اللايكات يا جماعة. شفت الفيديو وعجبك الفيديو لا تبخلي علي بلايك، واللي ما اشترك في قناتي يشترك فيها. استودعكم الله حبايبي في أمان الله. انتظروني في فيديوهات تانية، وصفات صحية ولذيذة. باي باي.